ازيك يا ماما يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ ازيك الحمد يا لله. قلبي؟ ايه يا اختي الحاجات الكتيره اللي انت جايباها؟ ايه يا ابني اللي انا سايبك جايبينه ده كله؟ يا ستي ما يجيش من خيرك يا ماما. دي اقل حاجه طبعا يا ماما. هما كده جابوا والله حاجه؟ ما عارفين نودي جمايل اهلك فين، مش زي ناس. اه طبعا انا اهلي يلا. عندهم نظر. الجواز ده نصيبك زي العسل. حماتك جايبه شي وشويات جوه عندك في المطبخ. دي اقل حاجه يا ماما. ما انا اخترت برضو يعني ايه بنتها مش من فراغ. يا عيني على أكيد اخوك طبعا. وعلى بخته اللي حتى ما بيقولوا بكيس لب من المقله. معلش بقى يا ماما، هيعمل ايه؟ نصيبه وقدره. يلا معلش يا بنتي. ماشي يا ماما، انا داخله المطبخ. يلا يا حبيبتي روحي جهزي لنا حاجه ناكلها. شايفه سلفتك وشايفه امها جايبه لها الموسم شي وشويات. اللي ما شفنا امك دخلت عليكي يا امنيه بقشر موز حتى. معلش يا ماما، وهي جايه المره الجايه خليها تجيب القشر الموز معايا. ابقي كلي انت يا حبيبتي قشر الموز انت وامك. ابقي فكرينا نسلفها تمنه يا بت. الفلوس اللي بعتها جوزك بتاعه الحواله. ايه ده؟ هو باعت دول؟ هو ده اللي بعته، واللي بعته جبتهولك. لا يا ماما، هو قايل لي ان هو هيبعت لي اكتر من دول عشان هو عارف ان انا تعبانه وراح للدكتور ومحتاجه شويه حاجات، ودول مش هيكفوا حاجه. ولا اللي بعتها وانا جبتها لك. مش عاجبك حطيهم وسيبيهم. طب انا عايزه دلوقتي اروح للدكتور والفلوس دي مش هتكفي. اتصرفي. اتصرف منين؟ اتصلي بامك تروح معاكي وتدفع لك الفيزيتا. وانا متجوزه امي ولا متجوزه ابنك؟ انا ماليش دعوه. والله ما اعرفش اللي تشوفيه. انا جبت لك الموسم يا ام عمر في المطبخ. ها تسلم يا بابا وتسلم ما جايبك يا بابا، ربنا يخليك ليا. لا ايه، ما كانش له لازم ولا له داعي تعبك ده كله. الفرختين وشويه المكرونه اللي انت جايبهم وتعب نفسك وجاي شايلهم. والله كل برغوت على قد دمه ياما. كان وفرهم على نفسه ابوك يا امنيه. معلش يا ماما المره الجايه. المره الجايه. الله يكون في عونك يا بنتي. تسلم لي يا بابا، ربنا يخليك ليا وتعيش وتجيب لي. شرفتي يا ابو عمر، ما تبقاش تقطع الجوابات يا اخويا. ماشي يا بابا خلي بالك. يا حبيبي الله بشتغلت معاك. ايه يا امنيه خير؟ مالك قاعده كده؟ ما تقومي تروقي الشقه وتظبطي المكان المدهول ده كده اللي من امبارح على وضعه. حتى ازايز الميه ما اتشالتش من مطرحها. اول حاجه يا ماما، انا كل يوم بروق وكل يوم بعمل. تاني حاجه، انا تعبانه النهارده ومش قادره اقوم اعمل حاجه. يعني ايه ايه يا أمي؟ الشقه هتفضل انت كده؟ يا اسراء مثلا، مره انت ومره انا. انت عارفه ان انا شايله ايدي من شغل البيت وما بعملش حاجه، ولا بنظف ولا بكنس ولا بطبخ. ليه يعني يا حبيبتي؟ انت هنا وبعدين انت ما زيك. تقولي لهاش تعمل ايه وما تعملش ايه. دي جابت لنا ولي العهد يا حبيبتي. عقبالك كده. ما انت لو جبت لنا واحد زيه كنا قعدناكي زيها كده وخدناكي على كفوف الراحات. الخلفه دي يا ماما رزق، ولسه ربنا ما كتبليش ان انا اخلف. ولا باين انه هيكتبها لك. انا شايفه كده، شكلك بيقول كده. وبعدين بطلي كده تبصي لسلفتك في عيشتها واكلها وشربها ولبسها. انا اسلكي. وهي هتسلك ازاي؟ دي لو ما سلكتش ما تبقاش امنيه. انا هبص لها على ايه؟ ده انت بصلها في كل حاجه من قرك. ربنا حرمك حتى الخلفه انك تجيب لنا حته انت عيل. بتذليني، انت بتعايريني. اسلكي عشان ربنا يصلح لك حالك. انا برضو اللي اسلك. قومي روقي الشقه المدهوله دي. وانت قومي خدي ابنك وروحي خرجيه كده واشتري له حاجه من السوبر ماركت حاضر يا وتعالي. معلش بقى يا امنيه يا حبيبتي، هنعمل ايه؟ نصيبك وقدرك بقى. مش ذنبنا ان انت طلعتي ارض بور. يلا يا واد قوم تعالى عشان نروح نخرج. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبي. المسدس الجميل ده، بقول لك ايه، تعالى نسيب المسدس ولا يعني هعلمك حته لعبه جديده حلوه، بس انا عايزه تدعي لي كده تقولي يا رب يا رب يا رب. هو انت بتعملي ايه مع الواد يا امنيه؟ بتعلمي الواد ايه يا امنيه وبتقولي له ايه؟ هعلم ايه الولد صغير زي ده اسراء؟ وبعدين انت مقعده ابني معاكي ليه اصلا؟ انت قاعد معاه ليه يا ولا؟ انت ناسي انها ما بتخلفش؟ بتزعقوا ليه وصوتكم عالي كده؟ معرفش يا ماما. تعالي شوفي قاعده بتعلم ابني ايه، عماله تقول له ايه وتقسي ايه وتقول له كلام ما ينفعش اقوله. طب اساليه. امنيه اساليه انا قلت له ايه؟ انا ما كنت بلعب معاه والله. بس لا يا ماما، ده عيل صغير هيعرف يتكلم. يا حبيبي انا سمعت كانت بتقول لك ايه. خلاص ما تتكلمش، انا عارفه كل مش حاجه. قلت لك مالكيش دعوه بالواد وما تجيش ناحيته يا امنيه؟ ما اعرفش امنيه مالها. انا بلعب معاه، ده طفل بتلعبي معاه زي ايه ابني وزفت ايه وهبابي عليه؟ وبلاعبه يا ماما. في قومي ايه يا ولا المشكله؟ تعالى. قوم تعالى. حقدها وغلها عشان ما بتخلفش يعني. قاعده بتعلم لي ابن القرف. قوم يا ابني تعالى كده. قوم يا ابني، دي وحشه ما تقعدش معاها تاني. مش عارفه ايه الاشكال دي. قلت لك مالكيش دعوه بالواد واسلكي.
تعالى معايا. معرفش هنخلص من وما الاشكال تجيش دي تقعد معاها امتى. تاني. يلا يا ماما. انت عارفه يا ماما يا ان حبيبتي. بعد ما ربنا كرمني وحملت، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك بركة فيكي يا رب. حبيبتي. محمد جاب لي شقه وهعزل اقعد فيها، طبعا ليا حق بقى ان انا ارتاح ويبقى لي بيتي واقعد لوحدي. يا حبيبتي. فعايزه اقول لك يعني يا ماما والله انا مش هين عليا اسيبك لوحدك، لو عايزه تيجي تقعدي معايا تعالي تنوريني وهشيلك في عينيا الاتنين يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، انا لا هقعد عندك ولا عند غيرك، انا هقعد عند مرات عمر حبيبي. سمعناش صوتك يعني يا اسراء؟ طبعا يا ماما تنوري. طيب عموما يا ماما انا بيتي مفتوح لك في اي وقت انت عايزه تجي تنوري، والله العظيم هشيلك على كفوف الروح. طبعا مش برضاكي، ده غصب عنك، ده بيت ابني. ماشي يا ماما، بيت ابنك وكل حاجه. استاذنك انا بقى عشان نازله امشي. اتفضلي. ادي البيضه وادي اللي سلقها وادي اللي بقولك ايه يا ماما، إيه ما يا تقومي تجهزي الغدا. غدا ايه؟ انا قاعده بلعب مع بروقه حبيبي شويه. هو ايه يعني قاعده بتلعبي معاه؟ قومي واغسلي المواعين اللي في الحوض، في تل مواعين جوه في الحوض. ليه؟ وانا جاي عشان اغسل المواعين؟ معلش يا ماما بقى، اصل شغل البيت والله هادي حيلي، وانا مش هشيل كل حاجه لوحدي. وبعدين لا، انت أنا قاعده انا معايا. قاعده بلعب مع ابني حبيبي. روحي شوفي وراك ايه، لما تحضري الغدا هنبقى نطلع انا وهو. تطلعي انت وهو فين يا ماما؟ نطلع وشغل نتغدى. البيت اللي بره ده مين اللي يعمله؟ ليه؟ انا وانا بصراحه عندك ولا اعمل شغل البيت؟ معلش بقى يا ماما، شغل البيت تقيل عليا وانا مبقتش قادره امال اشيل يعني حد. كان مين اللي بيعمل شغل البيت قبل ما اجي؟ ما هو الحمل زاد دلوقتي للاسف. عاجبك الكلام اللي بتقوله امك ده؟ هو الواد ليه راي ولا ايه يا ماما؟ انا طب اللي خليك اتكلم. شاهد عشان لما يجي ابوك تبقى تقول له. وانا ليا كلام مع ابني لما يجي، اما اشوف معلش انا بقى يا جايه ماما يا حبيبتي. علشان ايه؟ عشان اغسل لك المواعين. ما فيهاش حاجه. ماشي لينا كلام لما جوزك يجي يا اختي. اما يجي بقى. يا شملوله، كنت رحت قعدت عند سلفاتك، ما قالت لي مسكت فيا وقالت لي اقعدي معايا وانا اللي ما رضيتش. والله عندك هيروح لها، روحي اقعدي معاها. انت طيب. وفرتي عليا كتير والله، معلش. بس خليك الحمل شاهد على اللي امك زاد. بتقوله، عشان لما يجي ابوك تقول له بتقول لي تيتا قومي اغسلي المواعين. حماتي قومي يا حماتي، انت نايمه؟ ايه يا بنتي في ايه؟ حد بيصحي حد كده؟ معلش بقى يا حماتي، انا بقولك ايه يا حماتي والنبي، قومي اخرجي نامي بره في الصاله عشان عايزه انام هنا في التكييف. لا انا ما بعرفش انام في الحر، عشان انت عارفه ان انا ما بحبش الحر، وعيني بتوجعني من الحر، وقلبي كمان وصدري بيوجعوني من الحر. وانا لازمتي انا ايه؟ مفيش حاجه بتتعبني انا كمان، ما انا كمان بتعب من الحر. يا بنتي حرام عليك، انت ايه اللي بتعمليه فيا ده انا زي امك يعني، اتقي ربنا فيا. معلش بقى يا حماتي، معلش اصل انا تعبانه والله. ولا دي جزات ان انا جيت استحمليني. قعدت عندك؟ لا معلش بقى استحمليني، انا ظروفي صعبه ونفسيتي زفت اليومين دول والله. انت تعملي فيا ده ما يرضيش حد، حرام لا عليك. هو فعلا ما يرضيش حد يا حماتي. حرام عليكي تصحيني من عز نومي كده. لا انت لا معلش مش بقى يا طبيعية. حماتي، انا بقول عليكي. ترجعي شقتك احسن. حرام عليكي يا شيخه، منك لله معلش صحتيني يا من أحلى حماتي، نوم. معلش يا حماتي، لسه هوريكي انت شفتي حاجه. عيله مستفزه وقليله ادب. خش اتفضلي. الست هانم دي بتعمل ايه؟ لا اتفضلي خش كمان. بتعمل ايه الست هانم يا ماما؟ خير يا حماتي، في ايه؟ مصحياني من احلاها نومه يا ابني، تقول لي قومي من الاوضه، اصل انا عايزه انام هنا عشان التكييف، وانت عارف ان انا بتعب بصي يا من بنت، الحر. انا عايز افهمك حاجه. بت ضفر امي ده برقبتك، ولو ما قعدتيش وظبطتي نفسك واكلتي عيش في البيت واحترمتيها، ده هي ما رضتش تروح عند سلفتك وقالت اسرائيل الكويسه اللي راح عندها. والله يا ابني قلت يبقى ده رد الجميل. هو ده رد الجميل. اصل بصراحه كده يا عمر، وطول انا بعد عمري ما بدافع قعدت مع عنها. نفسي لقيت ان امك ما عندهاش عزيز ولا غالي، ممكن تبيعني في لحظه زي سلفتي كده بالظبط. بس عليك سلفتي ما هي عايشه تحت رجليها وبتخدمها وبتعمل لها الاكل ومراعياها وشايفه ظروفها، ولا حمدت ولا شكرت، يعني بتعمل زي ما عملتش، فقله العمايل احسن بقى. وانا قلت اخدها من قصيرها عجبك؟ وما اعملهاش حاجه. عاجبك اللي بتقوله على امك؟ دي اخرتها؟ انا مش عارف ارد اقول لها ايه، لان انا ياما سلفتها اشتكت اللي هي مرات اخويا من معاملتك ليها، وانا كنت دايما بقول كنت ما بعمل ده ينفعش. كله عشان خاطر مراتك وابنك. وعلى فكره انا إيه مش بقى؟ غلطانه خالص، ومحدش هيقدر يغلط لان ده الصح. انت ما عندكيش عزيز ولا غالي يا حماتي، مش يمكن يجي عليكي يوم وتعملي معايا كده انا كمان برضو زي ما عملتي مع عشان كده شفتي. بقى بتطردني. عندها حق. لا والله. ايوه عندها حق يا ماما، لان انت جيتي على الغلبانه. يا مرات خساره أخويا. تعبي فيك، يا خساره تعبي فيك، منك لله انت وهي. اوعى كده من وشي. انا مش عارف اقول لك انت صح ولا انت غلط، بس فعلا انا لا انا صح يا عمر. وهترجع لها تقعد معاها دلوقتي وتتاسف لها، يمكن كنا احنا حلقه وصل ان هي ترجع وتبقى كويسه معاها.
ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي اقعدي يا حبيبتي انا استريحي. جايه اقول لك يا حبيبتي حقك عليا وما تزعليش مني يا لا أمي. والله يا ماما انا ما زعلانه منك، انت زي امي. ما تزعليش مني ان انا زعلتك في يوم من الايام يا حبيبتي، حقك لا يا عليا. حبيبتي والله ما زعلانه منك ولا حاجه، ده انا اشيلك على راسي، انت زي امي مهما عملتي يعني. وبعدين البيت نور بيكي، والبيت اهو كبير وانا قاعده فيه لوحدي وتسليني عقبال ما محمد يجي من ربنا السفر. يخليك يا حبيبتي، سلفتك الجباره تقومني من احلاها نومه وتقول لي قومي من الاوضه دي، انا عايزه انام على التكييف. معلش يا ماما ربنا يهديها لنفسها، وبعدين البيت قدامك اهو. بصي صعبان عليا نفسي قوي لا يا أمي. ان عمر ابني صدقها يا امي. نقي الاوضه اللي انت عايزاها ونامي فيها والله، ولو في عايزه تكييف انا هخلي محمد يبعت لي فلوس اجيب لك التكييف اللي انت عايزاه. ربنا يخليك يا بنتي، بس ما تزعليش ربنا والنبي يخليكي وتعيطي يا وأقومك ماما. بالسلامه يا امنيه يا رب. الله ربنا يخليك يا يخليك حبيبتي.